في التلاجة. بصي ما شاء الله اللون والجمال والقرمشة. وبكده نكون عملنا مع بعض احلى كنتاكي مستوي من جوه مقرمش، والطعم والكفر بتاعه طعمه حلو قوي من بره. انا على احلى متابعين معايا النهارده هنا. زي ما انتوا شايفين كده انا بادئه كده بالسكينه، البدايه حاميه ما شاء الله. بدات جبت الدبوس دي معايا، دبابيس هعملها النهارده بالدبابيس. زي ما انت شايفه كده بالسكينه غرسته، وببدا اشق كده او افتحه كده من لغايه لما اوصل للعضمايه، عشان ده اول سر اهو معايا النهارده، عشان تبقى مستويه من جوه. للناس اللي بتقول الكنتاكي بيبقى مش مستوي من جوه معاها، بصي الفتحه واصله للعظمه ازاي. طبعا الطريقه دي بتستخدميها بقى، بتعمليها برضو سوا في صدور، سوا في كتاف، في جناحها، اي حاجه بتعمليها بتغرزيها بالشكل ده، وبتشقيها من جوه بحيث ان انت توصلي ايه للعظمه، عشان تشرب التتبيله وفي نفس الوقت تستوي من جوه. زي ما انت شايفه كده واحده تانية بوريها لك اهو. هبدا اشقها برضو بالسكينه بحيث ان انا اوصل للعظمه. بصي الطريقه، طبعا السكينه تلمانه فما تعمليش الخطوه دي وهي انت ماسكاها في ايدك. الا لما تكون متعوده على مسكه السكينه، يا اما بتحطي تحت ايدك بلانشه او قطعه وبتبداي تقطعي لو السكينه معاكي حاميه. شايفه انا وصلت للعظميه ازاي؟ دي اهم خطوه بتخليها تستوي من جوه. يلا نخش على تاني اسرارنا. بصي بعد ما خلصت الكميه وبوريكي ازاي وصلت للعظمه، هنبدا بقى نتبل التتبيله القمر بالبهارات القمر اللي بتخلي طعمها احلى من اللي بتجيبيه من بره. دي نص ليمونه بدات عصرتها. هبدا احط 3 4 معالق كده خل، من اللي هما معلقه طعام العاديه، خل طعام عادي او الخل الابيض اللي بيبقى في المطبخ. هنا دي كوبايه صغيره حطيتها لبن ساقع، يا جماعه لازم يكون ساقع بالمعيار كده، نص كوبايه الشاي العاديه. لو كوبايه الشاي العاديه بتحطي نصها، بس الكوبايه اللي معايا كانت صغيره فانا حطيت كوبايه. ده اقلب كده بحيث ان انا اوصل التتبيله او اللبن يوصل لها كلها. هنا بقى البهارات بتاعتنا ايه؟ المعلقه بتاعه الطعام بتحطي كل البهارات معدل بعضه، نصها نص ملح، نص بابريكا، نص بودرة ثوم، نص بودرة بصل، نص كاري، ونص بهارات فراخ بتيجي من عند العطار بتقوله بهارات فراخ، بتديلها طعم وبتوديها في حتة تانية خالص، واللون كمان بتخليه قمر. الكاري مع البهارات الفراخ بيديلها الطبقة اللون الذهبي اللي انت بتشوفيها او بتشتريها من بره. هبدأ بقى هنا يا قمراية اسيبها. الوقت ده متاح بالنسبة لك تسيبيها من اول ساعتين لغاية يعني لغاية ما تبيتيها. يعني ممكن تسيبيها نص يوم، من بالليل للصبح او من الصبح للبالليل، او زي ما انا عملت كده. انا سبتها بس ساعتين وكانت شاربة التتبيلة وقمر. بس طبعا كل ما بتسيبيها وقت بتشرب التتبيلة وبتكون طعمها احلى. بس عايزة اقولك هي كان طعمها قمر، كان طعمها جميل جميل بجد. هنا ببدأ اقلبها كويس في التتبيلة. وطبعا لو سبتيها لتاني يوم او يعني نص يوم، بتبدأي مثلا كل 3 ساعات ولا حاجة تقلبيها كده، تقلبيها زي ما انا بقلبها كده على الوش التاني عشان تشرب التتبيلة معاكي من فوق لتحت. هنا بقى هبدأ اغطيها كويس بالتتبيلة زي ما انت شايفة كده، واغطيها واسيبها في التلاجة. سبتها ساعتين، وبعد ما سبتها بصي بدأت شربت التتبيلة وبقت قمر. هبدأ بقى هنا ايه معايا في الطبق اللي هناك ده، كوباية من بتاعة الشاي بقى، كوباية عادية من بتاعة الشاي، دقيق. حطيت فيها نفس البهارات اللي احنا حاطينها في التتبيلة، بس عبارة عن نص معلقة صغيرة على كوباية الدقيق، نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل، نص معلقة بودرة ثوم، بصل، كاري، بهارات فراخ. وهنا بقى السر التاني القمر، نص معلقة بيكنج باودر من اللي بتستخدميه للكيك، ده اللي بيخلي الفراخ منفوشة معاكي. هنا معلقة نشا ذرة عادية، ده بقى اللي بيخلي الطبقة الخارجية بتبقى منفوشة كده ومقرمشة. النشا اللي بيديلها قرمشة، والبودر بيخليها منفوشة كده، تحسي ان الدبوس بقوا دبوسين في بعض، حجمه كبير وفي نفس الوقت بتبقى مقرمشة. لسه السر بقى اللي معانا اللي هيخلي الطبقة ما تفكش منك، للناس اللي بتشتكي ان الطبقة الخارجية بتفك منها. اول حاجة انا هاخد
3 4 معالق كده من الدقيق اللي احنا عملناه بالخلطة، وعليهم كوباية مية ساقعة. اهم حاجة ان هي تكون ساقعة، عشان هي المية الساقعة اللي بتدي كرمشة كده. الفراخ بتجيبيها تحس ان هي مكرمشة كده من بره، بتديلها كرمشة كده، وبتخلي برضو في نفس الوقت الكفر الخارجي يتمسك فيها ما يفصلش منها. ولسه هقولك سر كمان هيخلي ان الكفر الخارجي ما يفصلش منها. هقولك تعملي ايه. هنا بدأت بالمضرب اليدوي اقلبها كويس، لان حسيت ان الدقيق بالمعلقة كان مكتل شوية. حاجة ان انت تفكي الدقيق والنشا وتقلبيها كويس. هنا بقى هبدأ اطلع الدبوس او اي بقى فراخ، بس اهم حاجة ان انت بس الفرخة ما يكونش حجمها كبير. يعني لو هتعملي بصدور وكده بتقسمي الصدر نصين، تكون الفرخة اقصى حاجة تكون 1.5 كيلو عشان تبقى مستوية من جوه. هنا بقى بطلع الدبوس اهو او قطعة الفراخ من التتبيلة، بحطها في التتبيلة اللي هي دي اللي ضايفة عليه المية او التتبيلة السايلة، وبعدين هبدأ ابدرها بالدقيق بقى. تدينيها بالدقيق كويس وتنفضيها زي ما انا بعمل كده، تبدأي تديلها لغاية لما تشرب كمية الدقيق اللي هي عايزاها. زي ما انت شايفة كده بنفضها كده، حطيتها في الدقيق مرة واتنين وتلاتة لغاية لما شربت طبقة الدقيق اللي هي عايزاها. هنا بقى الخطوة اللي الكاميرا كانت واقفة فيها، ان انا قلتلك ان انا سبتها في التلاجة. ان انتي اهم حاجة تسيبيها في التلاجة بعد الخطوة دي، بعد ما تبدريها بالدقيق من نص ساعة لساعتين على حسب الوقت المتاح بالنسبة لك. هتلاقي طبقة الدقيق تحس ان هي مسكت في الفراخ، ما بتنزلش في الزيت. طبعا زي ما انت شايفة انا مش حاطة زيت غزير ولا حاجة، لان الزيت غالي مش هستخدم زيت كتير. فزي ما انت شايفة كده، وعلى النار الزيت كان سخن قوي على النار عالية. بتبدأ بس اول ما تاخد طبقة كده او تحس ان هي اخدت لون من الناحية اللي ناحية الزيت والناحية اللي تحت، ببدأ اقلبها على الوش التاني. بصي اهم حاجة ان انتي ما تقلبيهاش برضو غير لما تحسي ان هي اخدت لون. بصي طبقة الكفر او الدقيق متماسكة فيها ازاي، ده بسبب السر الرابع اللي قلتلكوا النهاردة، ان انتي بتحطيها في التلاجة. بصي ما شاء الله اللون والجمال والقرمشة. وبكده نكون عملنا مع بعض احلى كنتاكي مستوي من جوه مقرمش، والطعم والكفر بتاعه طعمه حلو قوي من بره. يا رب تكون الطريقة عجبتك وقدرت افيدك، ولو قدرت افيدك لايك ومتابعة عشان يوصلك كل جديد. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.